ماذا تقول في المغرب بداية؟ المغرب مثل ما قال عبد الله الفيصل رحمه الله، اشتقت المغرب وأنا توني جاي، الله يصبرني على حر شوقي. المغرب يقول شاعر عربي: يا مغرب الأوفياء افخر فما بلد إلا تمناك أما واشتهاك أبا، وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا لو كان طلق المحيا يمطر الذهب، والليث لو لم يصد، والشمس لو نطقت، والدهر لو لم يخن، والبحر لو عذب. جمال الطبيعة والطبائع، الإنسان والمكان في المغرب شيء، وهي ملفى للحضارات وحاضنة للوافدين. حتى إدريس الشريف لما نزل احتضنوه الأدارسة، العلويين، السعديين، المرابطين، الموحدين، وهم يعني أمة مضيافة، وطبيعتهم طبيعة حضارية، لأن الحضارة تركك الطباع، ولذلك بينهم تآلف وتصالح وتجانس داخلي، مذهب سني مالكي، وممنوع عندهم سب الصحابة، وهذا من الفضائل. المغرب تانس بالإنسان والمكان والطبيعة والجمال، وذلك سكن كثير من الأعلام في المغرب. جميل. أنا استوقفتني عبارة جمال الطبيعة والطبائع، لكني ودي أعرف كشعب مسلم عربي تعلقهم بالتدين بالقرآن أنت الآن تقول أنه مذهب سني مالكي واحد وعندهم سب الصحابة مرفوض تماما، علاقتهم بالقرآن، تعلقهم بالإيمان والتوحيد، صف لي مشهد. أنت شوف علامة من أكثر الناس الذي تجدهم في المساجد المغاربة، والحج والعمرة تجد من أكثر الوفود تجد في المغرب. المغاربة عندهم القرآن اهتمام خاص، ترى من عهد الموحدين المرابطين. أنا زرت دول كثيرة، بس المغرب البلد الوحيد الذي الإمام عندهم يقرأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب حزب، يعني نص جزء في الصبح وجزء من الأوقاف. نعم، من الأوقاف. ولذلك سائق التاكسي في المغرب ترى قد يرد إذا قلت يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، يمشي معك ترى، لأنه من الصغر وهم يحفظون، وفيهم حفاظ كبار، وحتى حصلوا على الجوائز العالمية. طيب المغرب في أشياء متميزة تعرف، حتى الشاي المغربي له طعم. المغربي إذا جاك يصنع لك الشاي قصة ورواية، يأخذها أمامك ويحدثك، وحتى شيء. الحمام المغربي، المطعم المغربي مرة من المرات قفز إلى المطعم الأول في العالم.